ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده انا كنت طالبه حاجات من السوبر ماركت ومنهم خضره. لقيت بعت لي بقى خضره كتير قوي. شايفين بقى الخضره قد ايه؟ فقلت الخضره دي هعمل بيها إيه؟ اول بقى ما لقيت الخضره كتير كده فقلت بقى ايه، يعني نعمل بيها ايه. المفروض بقى طبعا انتوا كلكم عارفين هنعمل بيها محشي. فطبعا انا عندي صلصه المحشي جاهزه. تعالوا بقى اوريكم بقى صلصه المحشي، وعندي برضو الكرنب جاهز. عندي كل حاجه جاهزه. كل اللي انا هعمله ان انا هغسل الخضره وخلاص على كده، ونبتدي بقى ايه، نطبق. هوريكم بقى الحاجات اللي انا مخزناها بقى معاكم. ده كده ده الكيس ده فيه ورق، عارفه الاعواد اللي هي بتاعه الكرنب. دي اعواد كرنب دي انا بقطعها. ما برميش اي حاجه من الكرنب، يعني انا باخد الاعواد دي كده وبخرطها وبحطها في قعر الحله كده عشان خاطر ايه، تحمي المحشي بتاعي ما يتحرقش. تمام. دي كده بقى ايه، العروق بتاعه الكرنب اللي انا ايه بس بخزنه. تعالوا بقى اوريكم بقى كمان. بصوا بقى، الكرنب ده خطير خطير. الكرنب ده مخزناه معاكم. مش باين في الكاميرا باين. بصوا بقى، الكرنب ده انا مخزناه، عملت منه كذا مره، بصراحه جميل جدا. عايزه اقول لكم الكرنب لما لما تيجي تخزني الكرنب اللي هو شبه البط، يعني الكرنب البط. لان الكرنب البلدي بحس ان هو بيجلد شويه. الكرنب البط بيبقى حلو جدا في التخزين، وبيبقى مسكر وطعمه حلو قوي. وكمان انا بخزنه في علب، ما بحبش اخزنه في اكياس، لان لو خزنته في اكياس بحس ان طعمه كده بيغير شويه. لكن العلبه بتبقى محكمه زي ما انتم شفتوا كده، وبتبقى مقفوله كويس قوي. فتيجي تستخدمي بقى المحشي الورق الكرنب بتحسي ان انت لسه كانه مسلوق حالا. نقفل بقى الكرنب بتاعنا كده ونحطه على جنب لحد ما يفك. وهقول لكم بقى على حاجه تانية. شايفين بقى دي تسبيكه المحشي. انا مطلعاها من بدري شويه عشان تفك. بصوا بقى، دي تسبيكه المحشي انا عملتها قبل كده على القناه تقريبا مرتين. حلوه جدا جدا، خطيره بجد، حلوه قوي ومنقذه يعني. عايزه بقى اقول لكم بقى ان هي فعلا حلوه قوي ومنقذه جدا. وبتعملي المحشي ما تخليكيش تكسري عن المحشي بصراحه، يعني هي كل حاجه جاهزه. المحشي الورق الكرنب جاهز، والخلطه بتاعت التسبيكه بتاعت المحشي جاهزه. كل اللي احنا بنعمله بنقطع الخضره. وانا بصراحه بفضل الخضره بتاعت المحشي تكون فريش، ما بحبهاش مجمده، لان لما يعني بجمدها بصراحه بتخلي المحشي طعمه متغير. لكن انت تخزني ورق الكرنب عادي، تخزني التسبيكه عادي، لكن الخضره لازم تكون فريش. ده انا المبدأ اللي ماشيه عليه بصراحه، بيبقى خطير جدا المحشي بتاعي. تعالى بقى اوريكم هنعمل ايه. اول حاجه، بصوا بقى، اول حاجه هعملها طبعا هفتح كيس الصلصه بتاعتي طبعا في اي بوله زي ما انتم شايفين كده. وابتدي بقى انزل الصلصه كده واحطها في الميكروويف لحد ما تفك خالص. طيب لو ما عندكيش ميكروويف ممكن تحطيها على طاسه او حله. في اي حاجه تحطيها على النار هاديه كده شويه لحد ما تفك خالص معاكي. تمام. انا كده فضيت الكيس اهو. كل اللي هعمله هروح احطها بقى ايه في الميكروويف لحد ما تفك خالص. هقطع بقى معاكم الخضره بتاعتي. نشيل الحته دي كده ونبتدي بقى ايه. بصوا بقى هنا بعد ما الصلصه ما شاء الله فكتها في الميكروويف، هنعمل ايه بقى تاني. بصوا بقى، بعد ما التسبيكه فكت خالص، ده رز مش مغسول. رز ما شاء الله عندي حلو قوي قوي. انا ما بغسلش الرز لما بيبقى نضيف قوي كده. في رزايه كده بتبقى بيضه وبتلمع وحلوه قوي، انا بستخدمها في الرزايه ديت. ما بحبش اغسلها يعني، عادي مش شرط تغسليها يعني. هنزل بقى كده، مش هحط الكميه كلها. وابتدي بقى ايه اقلب واشوف كده الرز هياخد قد ايه، او الصلصه هتاخد قد ايه رز. حسيت ان هي محتاجه رز تاني هنزل اكمل بقيه الكميه. تمام.
عشان لسه فيها صلصه اهي. نكمل بقيه الرز. اهم حاجه بس ما تبيضيش الرز، اهم حاجه الرزايه تبقى في الصلصه، يعني واخده حقها في الصلصه. يعني بصوا شايفين كده رزايه لونها حمرا ازاي. ما نحطش اكتر من كده، مش عايزه اخلي الصلصه لونها ابيض، مش عايزه ابيض الصلصه يعني بالرز. فاحنا لازم الرز يكون ايه، احمر كده، الصلصه تبقى مغرقه الرز اكتر من يعني هنا لازم الصلصه تكون مغطيه الرز. شايفين الرز عندي هنا كده لونه محمر مش لونه ابيض. بس كده، انا مش هحط اكتر من كده، مش هحط رز تاني عشان الصلصه ما تبيضش معايا. تمام. يا رب بس تكون ايه يعني عرفت اوصل لكم المعلومه. هنا بقى هعمل ايه بقى، هاخد بقى الخضره اللي احنا خرطناها مع بعضينا، ده شبت وبقدونس وكزبره، وانزل. المحشي بيحب الخضره الكتير، فما شاء الله هي خضره كتير قوي. هي كانت دول 3 ربط، بس يعني ايه الربطه كانت كبيره قوي يعني، ف بنحطهم بقى كده كلهم كده. ونبتدي نقلب. بصوا بقى هنا بعد ما قلبت المحشي كويس، هبتدي بقى ايه انزل كده بحبه فلفل اسود وحبه ملح صغيرين، عشان حسيت اني محتاجه ملح شويه مش كتير مش هكتر. وكمان هنزل بمعلقه هريسه شطه. دي هريسه شطه كده، احنا بنحبه مشطشط شويه. ونقلب كويس برضه. وكده الخلطه بتاعت المحشي جاهزه. شايفين بقى الجمال والحلاوه، خطيره بجد، ريحتها فظيعه. هجيب بقى الحله بتاعتي اللي هنحشي فيها، وادي العروق بتاعه المحشي فكت خالص. هاخد منها حبه بس كده عشان احطها في قعر الحله، مش اكتر، بس مش كل الكيس طبعا، انا هاخد حبه صغيرين كده احطهم كده في الكيس في قعر الحله كده. شايفين تمام كده. طبعا كلنا بنعمل كده او معظمنا بيعمل كده. انا بحط العروق بتاعه الكرنب كده، بقطعها وبحطها بالشكل ده عشان خاطر تحافظ لي على الكرنب ما يتلسعش مني. طبعا كلنا شطار ما بنلسعش المحشي، بس ايه يعني ممكن نسها شويه ولا حاجه، فده يحميه، العروق دي تحمي المحشي مننا من النار وكده. فتمام كده. وكده المحشي بتاعنا الخلطه بتاعته جاهزه، والحله كمان جاهزه، وكمان الكرنب عندي فك كده. ونبتدي بقى نحشي. هوريكم بقى نحشي ايه، احشي معاكم كده كام صباع. شايفين الورق عامل ازاي خطير. كل اللي انا بعمله باخد ايه حبه محشي كده صغيرين، وبلف الصباع بقى انت بطريقتك بقى، كل واحد بيلف بطريقته. بس كده. هعمل معاكم برضو واحد تاني. ادي الورق اهو، باخد حبه كده، مش عارفه ايدي باينه ولا لا. تمام كده. هعمل برضو معاكم واحد تاني. ادي الورقه اهي. تمام. حطيت حبه على قد الورقه اللي معايا، وابتدي الف كويس والف باحكام عشان الايه الصباع ما يتفكش معايا. بس كده. نكمل بقى الحله كلها ونرجع ايه اوريكم في الاخر. وهنا بقى خلصنا المحشي. شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه، حاجه كده خطيره. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجمال، حاجه كده مظبوطه. طبعا كان زاد معايا حبه رز، هجيب بيهم حبه كوسه واحطهم بقى على الوش. وادي الكوسه اللي حشيناها، مش حبه كتير يعني، حبه صغيرين كده هنرصهم بالشكل ده. وكده بقى الشكل ايه النهائي بتاع المحشي. بصوا بقى الصلصه دي زادت من طبعا من المحشي. اما يزيد معاكي بقى صلصه زي كده، تحط عليها الشوربه وتسقي بيها المحشي، بتبقى خطيره جدا. طيب هنا بقى ايه هركن كده الحله دي كده على جنب. شايفين بقى الصوص ده، طبعا اللي هو كان زايد مني.
ودي شوربه، دي كانت عندي شوربه انا كنت حطاها في الفريزر. هاخد حبه كده منها على قد ما هقدر، يعني على قد ما اسقي المحشي. شايفين بقى؟ دي كده اللي هسقي بيها المحشي. احط كده حبه تاني، مش عايزه اكتر. اهم حاجه احنا بنحط الشوربه او الميه ب يعني نخلي الصف الاولاني من المحشي يبقى باين. طبعا لازم ايه، اهز كده الحله عشان ايه، الشوربه تنزل لتحت. بص كده بعد ما رجيتها كويس، نحط كده باقي الشوربه دي كده. الحركه دي مهمه جدا، لازم نعملها. شايفين بقى الشوربه نزلت لتحت ازاي؟ شايفين اول صف كده، اول صف يعني مش متغطي بالشوربه، وده كده مظبوط، يعني كده المحشي المظبوط. اول سطر ما يتغطاش، يعني كده يبقى الشوربه باينه تحت. بس كده نحطه بقى كده على البوتاجاز اول 10 دقايق، او اول ربع ساعه بالظبط. نحطه على نار عاليه جدا، وبعد الربع ساعه ما تعدي نوطي كده عليه نار هاديه خالص، ونسيبه يستوي مع نفسه. يستوي في ايه، في ساعه، ساعه الا ربع، على حسب بقى ايه ما يستوي براحته خالص. احنا عايزينه يستوي على الاخر. ونغطيه بقى كويس كده، اهم حاجه نغطيه كويس. احنا قلنا هنحطه على النار، على نار عاليه لمده 15 دقيقه بالظبط، وبعد ال 15 دقيقه بنوطي عليه ونسيبه بقى ايه يستوي مع نفسه خالص لحد ما ياخد سواه. ياخد سواه بقى في ساعه، ساعه و10 دقايق على حسب ما يستوي. شايفين بقى كده عدى 15 دقيقه بالظبط. بعد ما عدى 15 دقيقه هنبتدي بقى نوطي عليه. انا كده وطيت عليه، اسمعوا لي بقى الصوت الخطير ده. وادي بقى المحشي بعد ما استوى خالص. شايفين بقى الجمال؟ حاجة كده خطيرة. نغرف بقى واوريكم بقى الشكل النهائي. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الكوسة مستوية ازاي؟ نشيل بقى الكوسة الاول بالشكل ده. بصوا بقى، قبل ما اجي احط المحشي في الطبق، بجيب حلة المحشي كده، امسكها كويس كده، هي سخنة طبعا، وتزقي كده عشان لما نيجي نحط بقى في الطبق يتحط فيه بكل سهولة. شايفين بقى الجمال؟ عايزه بقى اوريكم القعر من جوه. بص مش ملسوع ولا اي حاجه، ما شاء الله خطير. شوفوا لي بقى المحشي وجماله، خطير. بصوا بقى كده المحشي خطير. بصوا بقى هنا كده، عايزه اوريكم بقى المحشي بتاعي خطير. بصوا الصباع عامل ازاي، ولا مجلد ولا اي حاجه، كانه لسه يعني كرنبايه عاملاها فريش طازه. بصوا بقى كده، بسم الله. وادي الفراخ اللي عملناها. شايفين بقى الجمال والحلاوه، حاجه كده خطيره. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه، وبحبكم كتير، واستنوني في فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.